احتج المعلمون في مدينة ليوان مقاطعة أنهوي في 27 من مايو بسبب التأخر في دفع مستحقاتهم في المدارس. وتجمع المعلمون في مدينة ليوان في الشوارع على نطاق واسع، وقاموا بتنظيم مظاهرات تطالب الحكومة بدفع أجورهم، ويعد خصم جزء من المستحقات أو عدم دفعها بشكل كامل في المدارس الابتدائية والثانوية ظاهرة منتشرة على الصعيد الوطني، بحيث يقوم المعلمون كثيرا بطلب مستحقاتهم والخروج في مظاهرات، ويعتبرون هذه جريمة كبيرة في حق المعلم. انطلق أسطول من السفن مكون من 12 سفينة من ميناء غزة تحت شعار موكب العودة وكسر الحصار لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وقد اعترض الجيش الاحتلال الإسرائيلي هذه السفن بعد إبحارهم. وقد تم تنظيم هذه الرحلة في ذكرى سفينة كسر الحصار التركية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية قبل 8 سنوات وتعرضت لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي. زار مسؤول كوري شمالي كبير نيويورك لإجراء محادثات، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقمة التاريخية مع كيم جونغ أون. قالت وكالة أسوشيتد بريس إن وزارة الخارجية الأمريكية تنص على أن المسؤولين القنصليين يمكنهم تقييد صلاحية التأشيرات، وأن التأشيرات لبعض الطلاب الصينيين في المجالات المهنية مثل الروبوتات والطيران والتصنيع التقنية ستقتصر على عام واحد، وسيتم تنفيذ القانون الجديد في 11 من يونيو. أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تقع في باريس تقريرا حول حجم التجارة الخارجية لمجموعة ال20 في الربع الأول من عام 2018. ووفقا للمنظمة فإن بلدان مجموعة ال20 لديها أعلى نمو في حجم الصادرات على مدى العامين الماضيين، بمتوسط معدل نمو قدره 5.3%. شهدت مدينة كراتشي جنوب باكستان موجة حر غير مسبوقة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية، مما تسبب في مقتل 65 شخصا على الأقل.